تعالوا بقى نعمل كرييشن لبيج داخل البيزنس اكونت، اد وندوس كرييت ا نيو بيج. هو بيقول لي هنا اختار نوع البيج ده، تكتب اسم البيج وبتختار الكاتيجوري كلوذينج براند وبتعمل كرييت بيج. كده بقى عندنا داخل البيزنس اكونت البيج بتاعتنا. الخطوه الثانيه اللي لازم نعملها، لازم نكرييت اد اكونت عشان نقدر نران ادز على البيزنس اكونت ده. بندوس على اد وبنعمل كرييت ا نيو اد اكونت. بنكتب اسم الاد اكونت، نفترض نقول جاك، وبنختار الكرنسي ودي مهمه جدا جدا. وانا بريكومند طول ما انت شغال في مصر اختار EGP. وهنا هو بيسالك عشان طبعا في ناس بتبقى ايجنسيز او حد فريلانس بيشتغل لكذا كلاينت في نفس البيزنس، فهو بيسالك هل ده هتستخدمه للبيزنس بتاعك ولا لكلاينت تاني، فبتقول له هستخدمه للبيزنس بتاعي. بنعمل كرييت. هنا بيسالك بقى الناس اللي موجوده داخل البيزنس اكونت هل نعمل لهم اساين للاد اكونت ده ولا لا. في العادي طالما الناس دي كلها بتعمل اعلانات فلازم تاساين الناس دي للاد اكونت، فتدوس هنا وتخليهم ليهم الفول كنترول على الاد اكونت وتدوس اساين. وهنا بيطلب منك ان انت تاد بيمنت انفو، وهنا بتحط الفيزا وبتدوس على سيف.